النادي الأهلي يقسو على يانج أفريكانز 2-0. تعال نتكلم ببساطة عن المباراة دي. أولا، الريتم الشوط الأول بطيء. ثانيا، لاعيبة الأهلي اللي كانت في المنتخب مجهدة جدا وباين عليها التعب جدا جدا جدا. ثالثا، يستروب كوتش بمعنى الكلمة، واقف وجاري المباراة ومن التشكيلة وهو جاري طريقة اللعب. يانج أفريكانز نزل قفل خطوطه ولعب على التحولات الشوط الأول، والاهلي خلى رتم الاهلي بطيء. وهتيجي ناس تقول لي طب ليه ستورو لعب باتنين ديفندر 1-6 1-8 مروان وديانج؟ اقول لك للتحولات الهجوميه بتاعت يانج افريكانز. الفرقه دي سريعه في التحولات، رجليها على المرمى حلوه جدا. ثانيا، الاطراف عندهم سرعه جدا جدا، وهو يعلم ان عنده محمد هاني عنده بدني عنده ضعيف ومجهد بدنيا بسبب بطولة افريقيا، وعنده كوكا مش حتته دي. ثانيا، الاثنين قلوب الدفاع ياسر ابراهيم عنده اجهاد بدني باين عليه من بطولة افريقيا وباين عليه في التحولات والثنائيات مع المهاجمين، فبدأ ينزل، مضطر ينزل ياسر ابراهيم. ليه؟ عشان لسه محمد الجزار داخل الفرقة جديد وما بدأش يلعب. الشناوي تغييره فوق الممتاز، وده اللي يدل ان الكوتش جاري وفاهم التحورات بتاعه الحراس، وان الشناوي مش فت، وان الشناوي مش فورمه، وان الشناوي عليه ضغوط. فبدا يدخل مصطفى شوبير مباراه النهارده عشان يدي ثقه لخط دفاعه، ويحط ديانج ومروان عشان يقفلوا التحولات، وهيعتمد على امام، وحط زيزو يمين وحط تريزيجيه شمال، وبدا يلعب على لعبه واحده. مروان عثمان يهد المدافعين، واي عرضيه يقدر يحطها مين؟ يقدر يحطها تريزيجيه، وهكذا ده اللي حصل. تريزيجيه قدر يحط العرضيه وقدر يعمل التحولات، وقدر نخطف هدف اول في نهايه الشوط الاول عشان يقدر النادي الاهلي الشوط الثاني يلعب لعبه. ترب راح مغير التوليفه بتاعت اللعب، وبدا بدل ما انا هلعب لعب عالي وضغط عالي على الخط الخصم، بدا ينزل تحت الكوره وبعد نص الملعب وهلعب على التحولات. كده 1-0 انا كسب الخصم، والخصم عارف ان 1 زي 10 هيبدا يفتح الخطوط ويلعب على التحولات. بدا المدرب بتاعهم يغير، وبدا بين الشوطين غير الباك اليمين ونزل باك يمين تاني، وبدا يلعب على الضغط العالي للنادي الاهلي. فالاهلي بدا يلعب على التحولات، ولكن الاهلي عنده سلبيات الاساسيين عنده مجهدين. فباذن الله ترب المفروض عليه ينزل الاحتياطي في المباريات الدوري عشان يقدر يدخلهم للملعب. زائد مروان عثمان من لمسته الاولى مهاجم حلو، مهاجم فت. زي ما قلنا مروان عثمان مهاجم محترم باين عليه من ال 65 دقيقة. هتقول لي ده ملوش كرة على الجون، اقول لك هو النهارده كان نازل لتحت كتير عشان يطلع تريزيجيه من وراه ويطلع زيزو الناحية التانية. مروان عثمان عمل محطة كويسة، ولكن مروان عثمان عاوز مباراة واثنين وثلاثة على الأقل يفهم طريقة لعب زمايله اللي بتلعب معاه. مروان ما يعرفش طريقة لعب زيزو وطريقة لعب تريزيجيه وطريقة لعب إمام اللي كانوا بيلعبوا تحت النهارده، فمش فاهم الباص معاهم والتحركات. ولكن مروان الشوط الأول يبين لك إن رجله على الكرة حلوة، الكرة اللي خدها ورماها تريزيجيه ده مهاجم باين عليه إنه جاري وفاهم. على الأقل مهاجم مصري أعلى من محمد شريف اللي هو عندك. جراديشار لمسته حلوه ولكن الفينش بتاعه وحش. انا واثق ان يسترب هيشتغل عليه على الفينش كتير، لان واضح ان الفينش عنده على المرمى في ثقه زايده، في تعالي. فلازم ان المدرب يبقى فاهم ان بعد كده الماتشات الجايه ممكن تجي لك هجمه واحده، اما خلصتهاش انت بتكتر عليا مباراه. كان عندنا ازارو خير دليل. مش هقدر احكم على الاهلي النهارده من مباراه النهارده، احنا خدنا اللي احنا عايزينه، وباذن الله نقدر مباراه العوده ناخد برضو اللي احنا عاوزينه، ونقدر نرجع للدوري نركز فيه ان الدوري بيسحب منا واحده واحده. وهنكمل باذن الله في الدوري طريقه لعب يستروب هتبان ازاي.